يا اهلا بنات، النهارده هعمل معاكم ريش مشويه. عندي هنا ريش ضاني. اول حاجه هحضر التتبيله. انا باخد بصله وحبه طماطم، احطهم هنا في الكبه او في المفرمه، لان عايزاهم حاجه شبه العصير كده، يعني عايزاهم مطحونين ناعم جدا جدا جدا. اني هضربهم كده عشان انا بس هاخد الميه بتاعتهم. عندي هنا الروزماري للنكهة، وهضيف عليها شوية خل على الريش وزيت زيتون مش كتير. هاخد جوزة الطيب بشرة خفيفة كده، ملح والفلفل. عندي هنا البصل والطماطم، انا باخد بس المية بتاعتهم، فعشان كده بصفيهم بمصفى ناعمة بالشكل ده كده، وهقلبها كده في التتبيلة. الأفضل نخليها طول الليل أو على الأقل 6 ساعات. أنا هقدم معاها بطاطس مشوية، فبأول حاجة بسلقها نص سلقة، وبعدين باخدها كده وافردها على صينية. أنا مقطعاها بالقشر عادي جدا، وبعدين طبعا مسلوقة مع الملح، فبضيف عليها زيت زيتون وفلفل أسود وشوية بابريكا، وجاهزة عندي هدخلها الفرن. الريش ما بتاخدش ابدا وقت في الشوي، يا دوب بتاخد 3 دقايق على كل جنب. اهم حاجة تكون النار عالية والمقلاية تكون سخنة جدا. هبدأ اوزعها كده، وهعتمد على الشحم اللي فيها يدوب ويعطيني كمان نكهة. اكتفي دول. شوفوا النتيجة، هتكون شايفين اللون ده كده بدون ما نضيف اي شيء. شوفوا اللون، دوب بس الفات ده كده احطها على الجنب وهتبقى جاهزة عندي. وهكمل الباقيين بنفس الطريقة لحد ما اخد نفس اللون كده، بتكون مستوية. الريش جاهزة عندي، وبحب احط معاها شوية طماطم كرزية بتكسر للألوان، وكمان البطاطس جاهزة. يلا نقدمهم مع بعض.